هو ده، أنا عايزة الخلاصة بقى. شوفي اللي داخل المجال أنصحه أقول له ما تيأسش، وقبل ما تدخل المجال اعرف يعني إيه مجال فويس أوفر، اتعلم، اقرا كتير، اسمع كتير، مخارج الألفاظ والحروف لازم يكون عندك سليمة. اسمع كل أنواع الأداءات الصوتية، وثائقي، بروموهات، إعلانات، كل ما يخطر على أذنك اسمعه، إمم. عشان ده هينمي عندك التغذية السمعية. واعرف يعني ايه، لازم مش هقول لك لازم تكون مهندس صوت محترف، على الاقل لازم تعرف مبادئ الهندسه الصوتيه عشان تقدر تسلم شغلك إمم. كويس، ده لو انطلب منك. ولازم تعرف يعني ايه ماركتينج، عشان الفويس اوفر بيزنس وصناعه. إمم. اذا ما عرفتش تسوق لنفسك كويس، واذا ما عرفتش تعمل ماركتينج احترافي كويس لنفسك، مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تستمر. عشان الفويس اوفر حاليا ما بتعتمدش على الموهبه بس، هي صناعه إمم. قائمه على عنصرين: الموهبه والتسويق والبيزنس. ما عرفتش تعمل ده، مش هتكمل في المجال ده، هتيأس بسرعه وهتفشل. ومش هقول بلاش كلمه فشل، بس هتيأس بسرعه، مش هتلاقي التوقعات اللي انت كنت متوقعها عن نفسك. عشان تبقى فويس اوفر محترف زي ما انت عايز تبقى اي حاجه محترفه، لازم تعرف ازاي تماركت لنفسك حلو قوي وكويس قوي، وتعرف اسس الصناعه بشكل احترافي.